برضو انا ضد ان زيزو يلعب. يعني انت لعبت زيزو النهارده بعد نص ساعه من قبل ما يلعب والجماهير هيجي عليه. خلي بالكم يا جماهير الزمالك، في جماهير مندسه معاكم بتخش بتلبس فانيله الزمالك وبتشتم في زيزو من قبل ما الماتش يبدا عشان تهيج الجماهير، عشان الجماهير تيجي على زيزو وتقول لك 100 مليون جنيه وابوك وامك واخوك والكلام الفاضي ده. انتوا ازاي بتقعوا في الفخ ده؟ انتوا ازاي بتقعوا في الفخ ده؟ انا مش عارف. ففي ناس بتخش عشان هم عايزين زيزو يروح حتة تانية، ففي ناس مندسة بيخشوا ويقعدوا يشتموا طول الماتش لزيزو. فالراجل غصب عنه، الراجل لو ظهر أسوأ من كده غصب عنه، لان انتوا متحاملين عليه. ده ابنكم، انتوا المفروض تحافظوا عليه، انتوا اللي تشجعوه، انتوا اللي تقولوا له يلا يا زيزو ما يهمكش. مش ان انتوا تقرفوه في حياته وتكرهوه في حياته عشان يقول لك طب انتوا بتشتموني، طب سلام عليكم انا ماشي. محدش هيقدر يقول له حاجه لو هو قال لك سلام. هو لسه لغايه دلوقتي شريكه. سيبكوا بقى من كلام الصفحات والمواقع واللجان الالكترونيه اللي هي عماله 100 مليون و30 و130 مليون و120 مليون. طب ما تطلع يا مجلس اداره لو انت جريء بجد وبتصارح جماهيرك وهتقف جنبك، لو انت صادق هتقف جنبك. اطلع قول ايه المفاوضات اللي زيزو عايزها، ايه المبالغ اللي زيزو طالبها. مش تسلموا تسليم اهالي للجماهير وللمواقع وللصفحات وللجان الالكترونيه وانت محدش بيتكلم فيكو. ما تطلع حد من المجلس، اطلع يا كابتن حسين يا لبيب بجد واتكلم، قول احنا قعدنا معاه وهو طالب كذا واحنا عرضنا عليه كذا. اطلع قول الكلام ده، خليك جريء. مش تسلموه تسليم اهالي للمواقع واللجان وتيجي بعد كده يمشي هو وتقول اصل هو كان طالب وما كانش طالب. اطلع حد منكم يكون جريء، حد يكون فعلا بيحب نادي الزمالك. انتوا قعدتوا على الكراسي دي عشان تقولوا ان احنا بنحب نادي الزمالك والناس صدقتكم. انتوا دلوقتي ما عملتوش حاجه في صالح نادي الزمالك، ما عملتوش حاجه حلوه لنادي الزمالك من يوم ما جيتوا. ولو عايزني اعد لك ايه اللي حصل هعد لك. اول قرار خدته وعملت فيها ان انت بطل، تاني يوم على طول اللعيبه بتاعتك انضمت لمنتخب مصر. فاكر اللي هو كان محمد صبحي واحمد فتوح، لما انت خدت القرار بايقافهم وتحويلهم للتحقيق في من قبل نادي الزمالك. ما توقفوش ليه؟ والقرار بتاعك فشل ليه؟ عشان اسيادك قالوا لك انت خدت القرار من غيرنا. شوف بقى مين اللي قالوا لك القرار دوت ما ينفعش. يعني شوف بقى، شوف مين دي. رقم واحد. رقم اتنين، انت السنة اللي فاتت انسحبت وقلت مش هلعب ماتش الاهلي، مع انك قبلها قلت ايه، انا هلعب الماتش دوت اللي هو كان بتاع فاركو وهنسحب ماتش الاهلي. طب ما انسحبتش ليه ماتش فاركو اللي قبل ماتش الاهلي؟ وبعد كده انسحبت ماتش الاهلي، رجعت ليه في ماتش السيراميكا وبالغصب وغصب عنك؟ ومفيش حاجه من الحاجات اللي انت انسحبت عليها اتحققت لك ولا طلب، بدليل احمد الغندور بيحكم لك ومحمود البنا بيحكم لك اللي انت السنه اللي فاتت انسحبت عشانهم. صح، هتقول لي ده رئيس لجنه الرابطه مشي. لا لسه موجود، رئيس الرابطه كلها لسه موجوده، محدش مشي. فاطلع اتكلم وقول زيزو طالب 1 2 3. انت في الحاله دي هيبقى عندك مصداقيه. ايه المصداقيه؟ ان انت بتقول اللي حصل بينك وبين زيزو عشان الجمهور يقدر يقدرك ويقف جنبك او يقول لك لا يجدد. انما احنا بنسمع كلام 100 مليون 80 مليون، لا 100 مليون 80 مليون. اطلع انت قول الحقيقه والناس هتقف جنبك. لو انت كنت عارض مبلغ كويس الناس هتقف جنبك وتساندك. انما انت لو مش في دماغك تجدد لزيزو يبقى انت تعمل اللي انت بتعمله ده، تسلمه للجماهير وللمواقع وللجان الالكترونيه هي اللي تدير بقى. فانا شايف ان كان لازم زيزو الفتره دي يقعد بصراحه، لان انتوا كده عاملين ضغط عليه، ضغط غير عادي.
هيركز معاك ولا هيركز مع بيراميدز ولا هيركز في مستقبله؟ ولا اطلعوا قولوا الحقيقه. ما انتوا رحتوا جبتوا ميشيلاك ب 800,000 وما جبتوش بن شرقي، عشان برضه قلتوا بن شرقي ده عمال يقول ان عايز الفلوس مش عارف كلها ايه وكام سنه وكل الكلام ده. رحتوا جبتوا لنا واحد ما يلعبش حتى الكره النسائيه، مع كل الاحترام. يعني الكره النسائيه لو انت خدته للفرقه اللي انت عاملها في نادي الزمالك مش هيأدي. ورحتوا جبتوا عمر فرج ومشيتوه. الحاجه الوحيده اللي طقطقت هو بنتايك، وفي نفس الوقت انتوا مش عايزين تجددوا له. هو في حد بيفرض عليك يقول لك ما تجددش لده وجدد لده؟ في ناس بتتدخل وتقول لك ما تجددش لزيزو ويمشي؟ ولا انتوا جايين بقى تفضوا الفرقه؟ ولا عايزين نعرف الدنيا فيها ايه معاكم؟ يعني احمد حمدي بنتايك هم دولت الاثنين اللي هم جم من الكام من عمر فرج ومشلاك وكل الرجاله دي اللي هو مطقطق بنتايك. سيبك من احمد حمدي، مش عايزين احمد حمدي ولا محمد حمدي، احنا عايزين بنتايك اللي هو كان هيموت النهارده، اللي هو بيلعب بقلب عن اي لعيب في الملعب.